نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب. انا غبت عنكم كام يوم لأسباب كده، والدتي كانت بعافية شوية وتعبانة، بس عايزكم تشوفوا المنظر ده معايا النهاردة بعد ما طلعت. بصوا، احنا حاسبين على المفروض على الميعاد بتاع بكرة، بس النتيجة عايزة تخش وانا هي هتخش دلوقتي. ده مفيش اجمل من المنظر ده. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، صلوا على الحبيب. بسم الله. دول لسه طالعين النهارده، الصويتين بتوعهم اهو. نروح كده على جنب عشان النتاية تعدي تخش نزغللها. بصوا اهي طلعت له. الزغلولين دول عيال النتاية الكريزلي دي، والدكة الازرق جمعية ده اللي تحت، وربنا يبارك لنا فيهم. عيال بقى مشمشة، اللي هو الدكر فاكرينه، الدكر الابيض والزغلول الاسود. طلع الزغلول الاسود جمعية، والدكر انا واخده عندي تحت كان هيموت. هصوره لكم برضو في فيديو تحت كده وانا باكله تحت في الفيديو ده ان شاء الله. والله كان بيموت هنا، كان مزنوق ما بين الطاجن والاكاله وكان بيموت. خدته معايا تحت رعيته، فمرضيش بقى اطلعه لها تاني، قلت خليه تحت معايا يتربى. كده كده انا بحب كل فتره والتانيه زغلول حمام اكله على ايدي كده وراعيه. وهو بصراحه شبه بندق، شبه الدكر الاسترالي، تحس ان هو اصلا وهو صغير. اصوره لكم تحت برضو كنتوا احكموا، قولوا لي شبهه ولا لا مش شبهه في التعليقات. والدكر اللي بياكل تحت ده في الباب ده حاطين تحتيه 4 حصويات، حصويتين بتوعه هو النتاية، وحصواية بتاعت الباب بتاعت رقم 7 اللي فوق ده بتوع القص دول، وحصواية اللي احنا لقيناها في فيديو هتلاقيه موجود عندي على القناة، لما لقينا 3 حصويات تحت القص البلدي. حطينا برضو الحصواية هنا مع 4 حصويات. قلنا هنشوف هتعمل ايه في ال4 حصوات. ال4 هيبقوا فيهم تخصيب ولا مفهومش. اللي هيبقى فيه تخصيب هنسيبوه لهم، واللي مفيهوش هنشيله. وان شاء الله يكون ال4 حصوات مخصبين، بس هيبقوا تقال ان انا اكلهم او اراعيهم، بس مفيش حاجة تقيلة عليا. وده كان فيديو النهاردة، وان شاء الله بكرة هيبقى معانا فيديو هنكشف على البيض بتاع ال4 حصويات بتوع القص دول. ان شاء الله هنزله بكرة برضو كده على بالليل ان شاء الله. انتظرونا في فيديو بكرة. متنسوش اللايك والتعليق الجميل بتاعكم، احلى اخواتي في الدنيا.